حبايبي قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم جميل جدا وهيعجبكم، وبنعرف من فيلمنا إن خيانة الصديق صعبة جدا، لكن الصديق الوفي كنز ونعمة من ربنا. طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بأرجن وهو سايق عربيته على الطريق، وبيكون باين قد إيه هو متضايق جدا، وفجأة بيظهر قدامه موتوسيكل وبيدخل في عمود بالعربية عشان يفاديه، وراسه بتتصاب وبيفقد الوعي. وبيقول أرجن أنا كنت فاكر إن الإنسان بيعيش لنفسه وبس، لكن اكتشفت إنه بيعيش علشان الآخرين كمان، وإن أكتر إنسان بيقدر العلاقات سواء كانت في الحب أو في الصداقة هو أكتر واحد قلبه بيتكسر. وبيقول أنا جوايا ألم في قلبي أعمق من البحر ده. وبيرجع بالأحداث لسنة 2017، وبنروح على أكاديمية شرطة أندرا، وبيدخل فيجي علشان يمتحن. وبيروح أرجن يستنى فيجي قدام الأكاديمية، وأول ما بيخلص فيجي الامتحان وبيطلع بيلاقي أرجن قدامه، فبيمسك في قميصه وبيقول له أنا خلاص هبقى المفتش فيجي. فبيقول له أرجن معنى المسكة دي إنك حليت كويس في الامتحان. فبيقول له فيجي يعني حاجة زي كده، تعالى بقى نشرب شاي لأن عندي صداع فظيع. وبيسأل فيجي أرجن عملت إيه في المقابلة. فبيقول له أرجن أنت تعرف عني كده برضه، يعني إن أنا بتاع شغل في مكاتب وكلام من ده، أنا هبدأ في مشروع صغير. وفيجي بيقول له يا خبر أبيض، طب إحنا هنقول إيه لمامتك عن المقابلة؟ فبيقول له لسه مش عارف. وبيدخل شيتي بعربيته في الموتوسيكل بتاع أرجن يوقعه، فبيروح أرجن وبيتكلم معاه بالذوق، وبيكون شيتي سكران وطبعا بيقل أدبه على أرجن، فبيمسك أرجن فيه علشان يضربه، وبيحوشه فيجي وبيقول له بلاش مشاكل لحد ما ابقى شرطي. فبيمسك أرجن نفسه بالعافية، وبيمشي شيتي واصحابه بالعربية، وبيكون أرجن مش مرتاح خالص، وبيستنى لحد ما فيجي بيمشي وبيروح ورا شيتي، فبيلاقيه قاعد بيشرب فوق الكوبري مع اصحابه. فبيقول له أرجن انت قلت عليا ايه من شوية؟ فبيقول له شيتي قلت انك واخد. وبيروح ده علشان يضرب أرجن بالإزازة، فبيمسك أرجن دراعه وبيلويه وبيرزعه في الحديد ده، وبيدي لده بالرجل وده بالبوكس، وبيضرب في شيتي بكل قوته، وبيمسك ده الإزازة عشان يضرب بيها أرجن. فبيوصل فيجي وبيديله بالرجل، وبيتفاجئ أرجن لما بيشوفه، وبيقول له ايه اللي جابك ورايا؟ فبيقول له فيجي كنت عارف انك مش هتعديها ابدا وما ينفعش اسيبك لوحدك. وبيدي لشيتي بالبوكس في وشه. فبيقول لهم شيتي انتوا مين بالظبط لانكم بتضربوا بقوه شديده جدا؟ فبيقول له أرجن احنا المتمردين. وبيفضل أرجن وفيجي يضربوا في شيتي واصحابه لحد ما بيعلموهم الادب، وبيغني فيجي وأرجن وبيرقصوا مع بعض. وبيرجع أرجن على البيت وبيكون فيجي معاه، ومامته بتحط لهم عشان ياكلوا، وبتسأل أرجن ها عملت ايه في المقابله؟ فبيقول لها أرجن انا ما اتقبلتش. وبتقول له انا مش عارفه انت هتفضل عاطل لحد امتى، يا خيبه املي فيك، ده ابن جارنا روى لسه شاري ثلاجه وتلفزيون بسبب شغله في رهانات الكريكت، ما تشتغل زيه يا ابني وخلاص. فبيقول لها انا استحاله طبعا انا هفتح مشروع. فبتقول له هتجيب فلوس منين بقى يا فالح؟ فبيقول لها عادي يعني هاخد منك، ما انت هتديلي من فلوس بابايا اللي معاكي. يا سلام يا اخوي. فبتقول له انت بتحلم، ده لولا الفلوس دي كان زماننا بنشحت، انا اصلا لو اعتمدت عليك هنشحت. وبعدين ما تبص لصاحبك فيجي اهو اللي باباه ومامته مش موجودين علشان ينصحوه، ومع ذلك ما شاء الله عليه ناجح ومعتمد على نفسه، مش زيك يا فاشل معتمد على فلوس باباه وبتهجم عصابه على تشينو في البحر وبيفضلوا يضربوا عليه نار. فبيقول لهم تشينو الله يخرب بكم اوعى رصاصه تيجي فيا لموت. وطبعا الستات قلبهم هينفطر علشان شايف نفسك روميو يا عم ولا ايه؟ وبيسرع السواق القارب لحد ما بيقدر ان هو يستخبى من العصابه هو وتشينو، وبينفذوا بجلدهم. وبيضحك تشينو وبيقول للسواق رجعني على المينا لما اخد مشروب يروق دمي، اصلهم عكروا لي دمي الله يخرب بيتهم. وبيوصل تشينو على المينا وبيقول لرجالته نزلوا البضاعه اللي على القارب دي. فبيسال ده تشينو هو انت ما سلمتهاش؟ وبيقول له لا اصل هجموا علينا رجاله دهنوج وكان معاهم سلاح وهربت منهم بالعافيه، انا مش عارف والله هقدر اسيطر على المحيط ده امتى. فبيقول له ده لما تبطل تخاف من دهنوج. فبيقول له تشينو انت مجنون، ده قتل الناس بالنسبه لدهنوج عامل زي شرب الميه، وبيقتل دهنوج الشخص ده بوحشيه بسبب ان هو خالف اوامره. وبيقول لرجالته حطوه برميل وارموه في البحر. فبيقول له بابجي اخوه كبير انا بقالي 30 سنه ببني الامبراطوريه دي، وانت لو فضلت تقتل في الموردين كده هنخسر كل حاجه. فبيقول له دهنوج بقول لك ايه بالله عليك خلي نصايحك لنفسك ونفذ اوامري وانت ساكت. وبتظهر معلمه الرقص مها وهي بترقص وبتدرب الاطفال، وبيغلط بندو القلبوزه ده في حركه من الحركات، فبتمسكه من ودانه وبتقول له مش كفايه ما بتدفعش الشهر في ميعاده كمان بتغلط في الحركات. فبيقول لها بندو طب سيبيني وانا هروح اجيب لك الفلوس واجي بسرعه. فبتسيبه وبيجري بندو وبيقول لها والله ما انا جاي هنا تاني. وبيتخانق بابا مها مع مراته بسبب انها بتطلب منه فلوس كتير جدا علشان تشتري ذهب. فبتقول لهم مها هو انتوا ما بتزهقوش ابدا من الخناق؟ فبيقول لها باباها اديني الفلوس اللي انت بتكسبيها من مدرسه الرقص وانت مش هتسمعي صوتي بتخانق تاني ابدا. فبتقول له مها ايه ده بعينك. وبتتخانق سميته في الشارع مع واحد بسبب انهم اتصدموا ببعض. وبيكون أرجن معدي بالصدفه وبيشوف الناس وهي ملمومه، فبيروح يشوف في ايه وبيسمع سميته وهي بتحط اللوم على الراجل. فبيدافع أرجن عن سميته وبيقول للراجل ده فعلا انت اللي
غلطان لان انت اللي خبطت عربيتها من ورا بالفيسبا الخرده بتاعتك دي. فبيقول له الراجل ده هو ده اللي انا بحاول اقوله من الصبح، لاني صاحب العربيه والفيسبا الخرده دي تبقى بتاعتها هي. فبيحس ارجن بالاحراج، نشنت يا فالح، وبيقول يا ريتني ما اتدخلت اصلا، وبيكون عاوز يخلع. فبيقول له صاحب العربيه مش انت حطيت نفسك في المشكله، يبقى ما تمشيش قبل ما تنحل. فبيقول ارجن لسميتا انت اللي غلطانه، ادفعي له حق التصليح. فبتقول له سميتا ما هو لو كان معايا فلوس ما كنتش وقفت اتخانقت معاه، ممكن تدفع له انت بقى من معاك وانا هبقى اسددهم لك بكره. فبيقول لها ارجن انت متاكده؟ اصل دي فلوس جمعيه ماما. فبتقول له سميتا عيب عليك، وبتعرفوا انها طالبه في كليه الحقوق. فبيقول لها ارجن تمام، وبيسجل لها رقمه، وبياخد الراجل عشان يديله فلوسه، وبيطلع فيجي لمها على المواسير وبيفضل يبوسها برومانسيه. فبتقول له مها انا مش مراتك علشان تجيلي في اي وقت انت عاوزه. فبيقول لها فيجي ما هو انت لو مراتي ما كنتش هضطر ان انا اطلع على المواسير كده، وبعدين خلاص يا حبيبتي كلها 6 شهور وهبقى شرطي قد الدنيا وكل حاجه هتتحل. وبياخد منها فلوس وبيضحك على الهبله بكلمتين وبيمشي. وبيروح ارجن لعمه تشينو يسلم عليه. فبيقول له عمه انا زعلان منك لانك ما بتسالش عليا، وبعدين انا مش قلت لك ما تمشيش مع اللي اسمه فيجي ده تاني لانه انسان خبيث زي باباه. فبيقول له ارجن صدقني يا عمي انت ظالمه جدا. وبيروح فيجي يسلم على تشينو وبيقول له تشينو ابعد عني. وبتروح مها لفيجي في اوضته وبتلاقي ارجن نايم جنبه. فبتصحيهم وبتقول لارجن اهو طول ما انت مش لاقي لك شغله ولا مشغله كده هتفسد فيجي جنبك، استغل وقتك وشوف لك واحده حبها. فبيقول لها واحده؟ صدقني فكرتيني بسميتا. وبيمشي. وبتقول مها لفيجي انا ما بقتش مستحمله عذاب بابايا ليا في البيت، ارجوك خلينا نتجوز بقى. فبيقول لها فيجي انت هتوجعي لي دماغي على الصبح، يلا امشي من هنا بقى. فبتقول له ماشي، على العموم انا كنت جايبه لك الفلوس دي والتليفون الجديد ده. فبيفرح جدا فيجي وبيعتذر له. وبيروح ارجن لسميتا الجامعه وبيطلب منها الفلوس. فبتقول له معلش اصلي ما معيش غير 500 روبيه النهارده وهدفع لك الباقي بكره. فبياخدهم ارجن وبيقول لها بس اكيد بكره لان ماما متوحشه جدا ولو عرفت هتقتلني. وبياخد فيجي ارجن وبيروحوا على مخزن دهنوج وبيشوفهم هما بيحملوا بضاعه على الشاحنات. وبيقول ارجن لفيجي احنا فين؟ فبيقولوا اللي هناك ده دهنوج اخو بابجي، وبيحملوا ذهب ومخدرات وعملات مزوره وبيكسبوا الملايين في يوم واحد. فبيقول ارجن والله برافو عليك، انت بدات في التحريات قبل ما تكون شرطي، انت هيكون لك مستقبل عظيم جدا. فبيقول له فيجي انا مش عاوز اكون شرطي علشان اساعد الناس، انا ما حدش ساعدني، انا براقب العصابه دي علشان لما اكون شرطي اجي اخد نصيبي منهم وانا حاطط رجل على رجل، لان اللي بيمتلك السلطه والفلوس مع بعض بيبقى فوق الكل. فبيقول له ارجن الناس بتتعلم الفساد بعد ما تنضم للشرطه، لكن انت عاوز تدخل لهم فاسد جاهز، بطل التفكير السيء ده وما تجيبنيش معاك للاماكن دي تاني ابدا. وبيمشي. وبتروح مها لمامه ارجن وبتشتكي لها ان بقالها سنين على علاقه بفيجي وان هو مش راضي يتجوزها. فبتقول الام لارجن اتصل على فيجي خليه يجي. فبيتصل ارجن وبيجي فيجي وبتقول له الام انت ليه مش عاوز تتجوز مها؟ فبيقول لها فيجي لا انا هتجوزها بس لما استلم شغلي الاول. فبتقول له لو كده يبقى ماشي. وبتقول لمها ما تقلقيش، اول ما يستلم شغله هجيبه وهاجي اطلب ايدك من اهلك. فبتفرح مها جدا وبتحضنها. وبتتصل سميتا على ارجن وبتقول له ممكن تيجي تلحقني. فبيروح لها ارجن وبيلاقيها خط عربيه نفس الشخص بتاع اول مره، لكن المره دي خطها من قدام. وبتقول سميتا لارجن ممكن تدفع لي الفلوس. فبيبص لها ارجن باعجاب وبيدفع لها الفلوس وبياخدها وراه على الموتوسيكل بتاعه وبيقعوا في حب بعض وبيقضوا وقت جميل جدا سوا. وبتفضل مها ورا فيجي لحد ما بتصالحوا برضه بالفلوس وبياخدها فيجي عنده في البيت وبيقعدوا مع بعض شويه وبيغلفوا رجاله دهنوج المخدرات في الاكياس وبيحطوها جوه بطن السمك. وبيروح بابجي على المخزن وبيقول انا حاسس ان انا جاي ازور الموت مش اخويا الصغير. وبيشم دهنوج ريحه الفلوس المزوره وبيقول انها احسن من الحقيقيه. وبيسال بابجي دهنوج هي البضاعه وصلت من ماليزيا؟ فبيقول له دهنوج وانت مالك؟ وبيجي له مكالمه وبيروح بعيد عشان يرد عليها وبيقول ده لبابجي لسه ما وصلتش. فبيقول بابجي ما هي لازم ما توصلش بعد ما قتل اخو المورد الماليزي وخلاه حول البضاعه لتشايناي غنيسان. وبيسقط دم على وش بابجي فبيبص فوقيه وبيلاقي تشايناي غنيسان متعلق ميت. فبيتصدم وبيقول انا مش مصدق ان انا واخويا اتولدنا من اب واحد. وبيسال ارجن عمه تشينو مالك؟ وبيقول له الشرطه مش سايباني في حالي وبياخدوا نص اللي بكسبه وسايبه الحيتان الكبيره ومش قادره عليهم. فبيقول له فيجي ما هو انت لو دفعت في ميعادك مش هيعملوا معاك كده وبعدين حاول تكبر شغلك. فبيقول له تشينو ما انا حاولت لكن باباك المحتال خدعني وبدل ما كان عندي 20 قارب بقى عندي دلوقتي 5 قوارب بس. فبيمسك فيجي فيه لانه اهان باباه. فبيحوشهم ارجن وبيقول لعمه امشي من هنا. فبيقول تشينو انت بتقف في صفه بدل ما تقف في صفي. وبيمشي وهو زعلان وبيزعق ارجن لفيجي بعد عمه ما بيمشي. فبيتضايق جدا فيجي وبيمشي وهو زعلان هو كمان. وبتشوف مها فيجي وهو واقف عند البحر فبتروح تهزر معاه فبيضربها فيجي بالقلم وبيقول لها انت جايه ورايا ليه؟ فبتقول له عاوزه اقول لك ان بابا بيدور لي على عريس وانا عاوزه اقول لك خلي بابا يدور لك على كرامه يا حبيبتي وانك لازم تيجي علشان تتقدم لي علشان نتجوز. فبيقول لها انا مش هتجوزك يا ستي وما تحاوليش تكلميني تاني جدع يا واد. وبيسيبها ويمشي. فبتقعد معها على البحر وبتتصل على ارجن وبيروح لها ارجن وبيسالها مالك وبتقول له انا مش عارفه
عارفه اتصرف ازاي مع فيجي، وكل ما بجيب له سيره الجواز بيتهرب مني وانا خايفه جدا. فبيطمنها ارجن وبيقول لها ما تقلقيش انا هتكلم معاه بس لما يهدى شويه لاننا لسه متخانقين مع بعض دلوقتي. وبيشوف فيجي دهنوج وهو معدي من جنبه بالعربيه فبيروح وراه وبيراقبه كمان. ولما بيدخل فيجي المخزن بيشوفه دهنوج وبيمسكه وبيضربه بكل قوته وبيساله انت مين وجاي هنا ليه. فبيزق فيجي دهنوج وهو بيدافع عن نفسه على الحديده دي بترشق في ظهره وبيقع دهنوج على الارض قاطع النفس. فبيخاف فيجي وبيهرب بسرعه قبل ما حد يشوفه. وبيروح فيجي لارجن وتشينو وبيقول لهم انا قتلت دهنوج. فبيقول له تشينو انت مجنون، دول هيحولوا المدينه لمقبره الصبح، ولو عاوز تنقذ حياتك اركب اول قطر وامشي من هنا واوعى ترجع هنا تاني. فبيقول له ارجن ويمشي ليه؟ سيبهم يجوا واحنا هنتولى امرهم. فبيقول لهم فيجي انا همشي. فبيقول له ارجن طالما هتمشي يبقى خد مها معاك، روح استناني عند المحطه وانا هجيبها لك. وبيوصل ارجن بمها على المحطه وبيفضلوا يدوروا على فيجي لكن مش بيلاقوه. وبعد ما بيتحرك القطر بيظهر لهم فيجي من القطر وبيبص عليهم وبيرمي الموبايل عشان ما يعرفوش يتواصلوا معاه تاني. وبتبص له مها وارجن بصدمه وبتقعد مها تعيط في المحطه. وبيقول لها ارجن انا ما كنتش متوقع انه ممكن يعمل كده ابدا، ومهما كان المكان اللي هيستخبى فيه انا بوعدك ان انا هلاقيه. وبيرجع ارجن مها على البيت تاني وبيكون باباها اكتشف انها كانت عاوزه تهرب وبيمسكها يضربها. وبتبص مها لارجن بكثره وهو بيكون متضايق جدا لانه مش قادر يعمل لها اي حاجه. وبتكون المفاجاه بقى ان دهنوج لسه عايش. وبيروح بابجي يقابل ارجن وبيعرفوا ان دهنوج خرج من المستشفى ومش هيرحم اي حد يعرف فيجي لحد ما يوصل له. وبيقول له خد المسدس ده وروح اقتله وانا هحميك لانه سرق امبراطوريتي. فبيقول له ارجن انا ماليش دعوه بخلافاتك مع اخوك وما تحاولش تستغلني يا عم انت، ولو خرج دهنوج من المستشفى وقرب من حد من عيلتي انا مش هرحمه ابدا. وبيقول تشينو لارجن مهما دورت على فيجي مش هتلاقيه لانه هربان مش مفقود. وبتفضل مها حزينه يا عيني وبترن سميتها على ارجن وبيكنسل عليها لما بيشوف ارجن مها حزينه وبيحس بالعجز لانه مش قادر يعمل لها اي حاجه. وبتروح سميتها لارجن وبتقول له انا خلصت كليتي وهننقل على حيدر اباد خلاص. فبيقول لها طب ما تنقلي وانا مالي. فبتقول له انا جاي عشان اسدد لك فلوسك. فبياخد منها الفلوس وبيقول لها يلا امشي. فبتقول له هو ده اللي عندك وبتمشي وهي حزينه. الناس قلولات الذوق دول. وبيفضل ارجن مراقب بيت مها طول الوقت لانه خايف ان حد يتهاجم عليها. وبيشوف الراجل بتاع دهنوج مها وهي في السوق فبياخد دهنوج رجالته وبيروحوا على السوق. وقبل ما يلمس دهنوج مها بيوقفوا ارجن وبيضربوا بالبوكس يوقعوا على الارض. وبعد ما بيطمن ارجن ان مها مشيت في التوك توك بيمسك حديده وبيضرب في رجاله دهنوج واحد ورا التاني لكن بيضربهم بكل غضب. ودهنوج بيهجم على ارجن وبيضربه بكل قوته. فبيمسك ارجن سكينه وبيخلع لدهنوج عينه. يا سلام. وبيطعن ده وده كمان. فبيجري دهنوج من خوفه علشان يهرب من ارجن لكن ارجن بيجري وراه لحد المينا وبيخلص عليه. وبيكون تشين واقف مصدوم وبيفرح بابجي جدا ان اخوه مات لكن بيمثل الحزن قدام الرجاله. وبيقول بابجي لغاندي سيب لنا اللي قتل اخويا، انا هتصرف معاه بعقلي وانت اهتم بالشغل. وبتروح الشرطه تفتش بيت ارجن وبتلاقي عنده افيون فبيقبضوا عليه. وبيروح تشينو على الاسم وبيدفع رشوه للمفتش عشان يخرج ارجن. فبيقول له المفتش ادخل خده، وعلى فكره انا عارف اللي انتوا عملتوه في دهنوج وانا عاوزك تكون حذر من بابجي كويس قوي لان محدش قدم شكوى لحد دلوقتي. فبيقول له تشينو تمام وبيخرج ارجن. وبيقول له تشينو انا عاوزك تنسى الماضي وتفتكر اللي جاي وبس. وبيطرد الاب بنته مها من البيت لانها بتكون حامل. وبيتصل ده على ارجن وبيقول له. فبيروح ارجن بسرعه وبيزعق لبابا مها وبياخدها معاه على البيت. وبيقول لهم تشينو انا كتير حذرتكم اللي اسمه فيجي ده لكن ما سمعتوش كلامي. وبيقول لمامه ارجن خلينا نعمل اجهاض في السر. فبتضربه مامه ارجن بالقلم وبتقول له مش فيجي اللي دمر حياتها، انا وارجن مسؤولين معاه لاننا ادينا لها وعود وما قدرناش ننفذها. فبتقول لهم مها ارجوكم ما تتخانقوش علشاني، انا همشي من هنا وهروح على اي مكان بعيد. فبيقول لها ارجن انت مش هتروحي على اي مكان، اسكني معانا هنا. فبتقول له ولحد امتى؟ فبيسكت ارجن وما بيعرفش يرد عليها وبيرزع الباب وبيمشي. وبيقول تشينو لارجن انا عارف انك ما ارتكبتش اي غلط وبابجي هو اللي لفق لك تهمه المخدرات وبقيت مهرب في نظر القانون بسببهم، ودلوقتي كل ما هيحصل قضيه تهريب هيستجوبوك. وانا عاوزك تعرف حاجه، لو كان دهنوج قوي بدراعه فبابجي اقوى منه بعقله، ولو كنت عايز تعيش في فيزاج وتهزم بابجي فانت لازم تنزل المحيط وتشتغل في التهريب وانا هساعدك على ده. فبيقتنع ارجن بكلام عمه وبيضرب رجاله بابجي وبيسرق منهم المخدرات وبيوزع لتشينو بضاعته. وبيغضب بابجي لما بيعرف. وبتولد مها بنت جميله جدا ولما بتسالها الممرضه على اسم الاب مها بتقول لها ملهوش لازمه. وبيقول غاندي لبابجي ارجن خد بضاعه المورد الماليزي. فبيغضب بابجي جدا وارجن وعمه بيقدروا يسيطروا كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. وفي 2021 بيضرب ارجن نار على رجاله بابجي وبيقول لهم روحوا قولوا لزعيمكم ان فيزاج بقت ملكي انا لوحدي. وبيروح بابجي للنائب ده وبيقول له ارجن دمر كل شغلي وانا عاوزك تساعدني. لكن النائب بيقول له انا اسف احنا بنساعد الاقوياء ودلوقتي ارجن بقى اقوى منك وانا هساعده هو. فبيغضب جدا بابجي وبيقرر ان هو ينفذ خطه هجوم على ارجن. وبتكبر بوجا بنت مها وبيلعب ارجن معاها فبتاخدها
فبتاخدها مها منه غصب عنه وبتقول لها تعالي عشان تاكلي. فبتقول مامة ارجن لارجن الاتنين بقى صعب التعامل معاهم جدا. وبيحتفل ارجن وعمه مع رجالتهم بعيد ميلاد رمباها. وبتشوف مها خلخال في رجل بنتها فبتقلعه لها غصب عنها وبتقول لها ما تلبسوهوش تاني ابدا. فبتقول لها مامة ارجن بالراحه عليها واعملي حسابك اننا هنروح المعبد بكره عشان نعمل مراسم دخول المدرسه لبوجا. فبتدخل مها على جوه من غير ما ترد عليها. فبتقول الام لارجن الوضع فعلا بقى صعب. فبيقول لها ارجن معلش ده مش غصب ده حزن سيبيها على راحتها. وتاني يوم بتقول بوجا لارجن ماما مش هتيجي. فبيقول لها هتيجي. فبيسال ارجن مامته مها مش جايه. بتقول له مش عارف. وبيبص يلاقي مها خارجه علشان تروح المعبد معاهم. فبيفرح ارجن وبوجا وفي المعبد بيطلبوا الكهنه بابا بوجا علشان يكملوا المراسم. فبتقول لهم مامة ارجن المسؤول عن رعايه الطفله بياخد مكان باباها صح. وبيقولوا لها ايوه طبعا صح. فبتنادي الام على ارجن علشان يكمل المراسم بدل باباها وبتتمشى معه وهي حزينه وبتسمع الكاهن ده وهو بيدي درس عن السعاده وبيقول ما توقفوش حياتكم على الماضي لان ربنا بيساعدنا في حل مشاكلنا وبيبعت لنا اشخاص جديده عشان يخرجونا من اللي احنا فيه وانتوا لازم تدوا لنفسكم فرصه علشان تبداوا معاهم حياه جديده علشان تقدروا تكملوا حياتكم في سعاده. وبعد ما بتسمع معها كلام الكاهن بتبص لارجن بنظره مختلفه وبياخدهم ارجن في العربيه عشان يروحوا. وفجاه بيخبطهم واحد من رجاله بابجي بشاحنه يقلب عربيتهم وبيهرب وبيطلعوا كلهم من الحادثه ما فيهمش اي حاجه. لكن مها بتفقد وعيها من الصدمه بس وبياخدوها على المستشفى والدكتور بيطمنهم وبيقولوا دول لارجن اللي حصل ما كانش حادثه ده كان هجوم بابجي مخططه. فبيروح ارجن لبابجي وبيكون في المحكمه وبيعمر السلاح عشان يقتله. لكن فجاه بيشوف ارجن سميثا قدامه وبتكون بتناقش قضيه مع زميلها فبيوقف نفسه في اخر لحظه وبيمشي بابجي. وبتتفاجئ سميثا بارجن قدامها وبتساله انت بتعمل ايه هنا. فبيقول لها ارجن انت جيتي على فيزاج امتى. فبتقول له من اسبوع وقريت ملف قضايات من تهريب لشروع في قتل لجرائم جنائيه. ايه كل ده يا ابني. فبيقول لها مش دايما بيعيش الانسان الحياه اللي هو بيتمناها او حتى الحياه اللي بيختارها لنفسه. وبيسالها اتجوزتي ولا لسه وبتقول له لسه. فبيطلب منها ارجن انها تكون المحاميه بتاعته. فبتقول له هخلي الموكلين بتوعي يساعدوك واشوفك بكره بقى علشان عندي جلسه دلوقتي. وبتمشي وبتصحى معها وهي مخضوضه من اثر الحادثه وبتبص على بوجا جنبها على السرير لكن ما بتلاقيهاش. فبتتخض عليها وبتخرج عشان تشوفها بره وبتلاقيها نايمه في حضن ارجن. فبتفرح جدا مها وبتقع في حب ارجن وبياخد ارجن سميثا معاه على البيت وبيعرفها على مامته وعلى مها. وبترجع مها تعلم الاطفال الرقص تاني وبتحاول تقرب من ارجن. وبتروح سميثا تزور ارجن في البيت فبتشوف مها وهي لابسه القميص بتاعه وبتلف بيه وبتتضايق جدا مها لما بتشوف سميثا وارجن مع بعض. وبيفرح ارجن ان مها بدات تخرج من حزنها وبيوصل ارجن سميثا على محطه الاتوبيس وبيسالها هتقعدي كتير في حيدر اباد. فبتقول له 10 ايام. وبتساله على مها وبيقول لها بخير. فبتقول له سميثا لو عاوز تساعد مها بجد يبقى اتجوزها لان محدش هيقدر يحس بيها ولا يفهمها قدك انت. فبيتصدم ارجن وما بيعرفش يرد عليها بولا كلمه وبتحضن سميثا وبتقول له انت اي واحده تتمناك لكن المحظوظه بس هي اللي انت هتتجوزها. وبتودعه وتمشي. وبتروح مها تسجل اسم بوجا في المدرسه ولما بتسال المديره على اسم باباها ايه بتقول لها ارجن. وبيرجع فيجي على فيزاج ولما بيراقب مها بيشوف معاها البنت وارجن ومامته وبيفتكر انهم اتجوزوا وخلفوا. وبيقابل بابجي فيجي وبيقول له خد المسدس ده واقتل ارجن وانا هسلمك كل الامبراطوريه بتاعتي. فبياخد فيجي المسدس وبيروح لارجن المينا وبيحس ارجن بحد هيقتله من ظهره فبيرفع المسدس عليه وبيتفاجئ ان هو فيجي. فبيضحك فيجي وبينزل مسدسه وبيقول له خوفتك صح انما ايه العظمه اللي انت بقيت فيها دي وصلت لده كله ازاي. فعلا انت وعمك مثلتوا عليا لكن بطريقه مذهله علشان امشي والدنيا تفضلكم. فبيقول له ارجن انا ما يهمنيش ظنك فيا انما اللي انا عاوز اعرفه بجد انت ليه اتخليت عن مها. فبيقول له فيجي اولا دي حياتي وانا حر فيها. ثانيا مها بالنسبه لي كانت مجرد واحده عجبتني ولما لقيتها هتكون عقبه في طريقي سبتها وكنت فاكر انها اتجوزت شخص تاني واستقرت في حياتها خلاص. لكن اللي ما توقعتوش بقى انها اتجوزتك انت. فبيقول له تشينو ارجن ما اتجوزهاش. فبيقول له امال ايه هي تبقى عشته. فبيغضب جدا ارجن منه وبيقول له لو جبت سيره مها تاني انا هقتلك. فبيقول له فيجي انت ما تقدرش انا بوعدك اني مش همشي من فيزاج غير وانا مخلص عليه. وبيمشي وبيقول تشينو لارجن سيبك من كلامه وبعت له مها. فبيقول له ارجن انت عاوزني اتخلى عنها زي ما هو عمل مش ممكن ابدا وما تجيبش لمها سيره ان هو رجع. وبيستخدم فيجي رجاله بابجي وبيقتل في رجاله ارجن وعمه وبيستولى على بضاعتهم وبيكون بابجي في قمه السعاده. وبنرجع بالاحداث لورا وبيكون بابجي هو اللي راح دور على فيجي في مومباي لحد ما لقاه وزرع العداوه في قلبه من ناحيه ارجن وقال له ان اخويا ما ماتش بسببك وان ارجن هو اللي قتله وهو وعمه اللي بعدوك عن المدينه بسبب جريمه انت ما عملتهاش وحتى حبيبتك بقت معاه وفيزاج كلها بقت ملكه ودمر حياتك انت وخد مكانك في كل حاجه. ولو مش مصدقني تقدر ترجع على فيجي وتشوف بنفسك ده حتى حبيبتك خد مكانك عندها. وبنرجع تاني للحاضر وبيكون بابجي حقق هدفه عن طريق فيجي وبيروح تشينو لارجن وبيقول له فيجي تعاون مع بابجي علشان يدمر شغلنا
لنا، خلينا نخلص عليه. وتاني يوم بيتصل فيجي على أرجون لكن من تليفون عمه، وبيقول له انا خطفت عمك، دور عليه ولو لقيته حي هتبقى انسان محظوظ. وبيقفل السكه في وشه، وبيفضل أرجون يدور على عمه طول الليل لكن ما بيلاقيهوش. والصبح بيتصل فيجي على أرجون مره تانية، وبيقول له انا عارف انك غضبان عشان مش لاقي عمك، امال هتعمل ايه بقى لما تعرف اني خطفت بنتك هي كمان. وبيقفل السكه في وشه، وما بيكونش اللهبل عارف انها بنته هو. وبيكون أرجون هيتجنن وحاسس بالعجز، وبيعذب فيجي تيشينو، وبيقول له انا عارف ان أرجون هيجي هنا قريب قوي وانا مستنيه علشان اخلص عليك، هخلص عليكوا سوا. فبيضحك تيشينو وبيقول له انا لما قلت لأرجون خلينا نخلص عليك قبل ما تهاجمنا، قال انا ما اقدرش اقتل فيجي لانه اعز اصدقائي واحنا اتربينا سوا، وانا هتحمل اي حاجه يعملها لحد ما يفهم غلطته ومش هسمح لاي حد يأذيه. وبيقول له هو ده رد المعروف، وانا عاوز اعرفك ان مش أرجون اللي كان عاوز يبقى مهرب، انا اللي استغليت ضعفه بسبب انانيتي وحطيت له الافيون في بيته، واتصلت على الشرطه عشان تروح تقبض عليه، وبعدها خرجته بكفاله واقنعته انه ينضم لي ويشتغل في التهريب علشان كنت عاوز ابقى ملك فيزاج. اما مها فأرجون عمره ما لمسها، والبنت الصغيره دي تبقى بنتك انت وهو اللي رباها لك. فبيحس فيجي بالندم لانه ظلم أرجون، وبيروح فيجي وبيسال بوجا اسمه باباكي ايه، فبتقول له ما اعرفش، ماما مش راضيه تقول لي. فبيقول لها فيجي باباكي اسمه أرجون، وبياخدها في حضنه وبيفضل يعيط. وبيتصل فيجي على أرجون وبيقول له ما تقلقش على بنتك، وانا عاوز اقابلك كصديق لاخر مره، وبيديله عنوان عشان يروح له عليه. وبنرجع للمشهد اللي كان في اول الفيلم لما بيعمل أرجون الحادثه، وبتسال بوجا فيجي احنا رايحين لأرجون، وبيقول لها ايوه. فبيضرب غاندي فيجي بالنار لكن بتيجي في كتفه، فبيوقف فيجي العربيه وبيبص يلاقي بابجي وراه، وبيخلص بابجي على فيجي وبيخلي غاندي ياخد بوجا معاهم، وبيمشوا على طول. وبيفوق أرجون وبيروح علشان يقابل فيجي، وبيلاقيه ميت في العربيه على الطريق، فبيحزن جدا علشانه، وبيفضل يفتكر ذكرياتهم مع بعض. وبيروحوا رجاله أرجون وبياخدوا جثه فيجي، وبيروح أرجون لبابجي المستودع علشان يدور على بوجا، وبيقتل أرجون ده، وبيضحي بابجي بغاندي، وبيظهر لأرجون وبيسيب بوجا وبيهرب. وبيخلص أرجون على غاندي وبياخد بوجا في حضنه، وبتقول بوجا هو اللي كان معايا في العربيه ده يبقى صديقك، وبيقول لها أرجون ايوه، وبياخدها ويمشي. وبيقول تيشينو لأرجون انا كان نفسي تقتل بابجي هو كمان. فبيقول له أرجون المحيط مليان بالاسرار، فبيعرف تيشينو انه خلص على بابجي. وبيقول أرجون لمها تتجوزيني، فبتوافق على طول، وبيحضنها أرجون وبتفرح جدا بوجا، وبيكونوا كلهم سعداء مع بعض. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر.